التي حضرت المهرجان، ونخص بالذكر الأستاذ شادي رئيس مجلس إدارة مركز شباب بياض العرب. بصراحة راجل من أول يوم معانا خالع وفي الملعب وشغال في الأرض. رئيس مجلس إدارة وبنتمنى ان كل رؤساء مجالس ادارات مراكز الشباب التابعه لمركز بني سويف تقوم بهذا النشاط. قصيده شعريه والكشاف مصطفى شعبان مشيئة عاصم بعنوان القدس. وطن يباد وشعبه يغتال، وامام صمت الخانعين يزال، وامام عجز المسلمين عوت الذئاب وطعامك الضلال. نبذنا الجهاد حبا لدنيا، فجوانا التمزيق والإذلال. القدس تحتضر على مشهد منا ويرى أهلها الأهوال، وظالم في قضيتهم يحكم ويدعي كون أرضنا محتال، ومشاهد الدماء والأشلاء تصرخ فينا تسأل أين الرجال؟ أين الألف مليون مسلم؟ أكلهم باتوا أنصاف رجال؟ يا أمة الإسلام سؤال يتردد، هل يطول الحال؟ متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب.